السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة. وحلقة النهاردة برضو من الحلقات المميزة. هنعمل مع بعض الطاجن الحلو قوي ده، بما ان بقى الايام دي هي موجودة في السوق. فيلا بينا نعملها كده طاجن ونشوف هنعملها ازاي مع بعض، وان شاء الله الوصفة تعجبكم. اول حاجة هجيب حلة كده على النار، وهبدأ ان انا احط قطعة سمنة واسيبها كده تسخن. طبعا خلاص بقى داخلين على موسم المدارس، فمحتاجين بقى اكلات سريعة وفي نفس الوقت مغذية. خلاص بقى اكلات الصيف دي يعني ما بقتش تنفع قوي الايام دي، عشان عايزين الولاد يركزوا كده ويبقى عندهم طاقة. فهنعمل مع بعض، نزود بقى من الخضار ونزود الحاجات دي، الحاجات اللي فيها فيتامينات، عشان ايه؟ المناعة طبعا الاول، وعشان برضو صحتهم ويركزوا. فحطينا سمنة زي ما قلت لكم، وبعدين نزلت ببصلة مبشورة. هي فيها حتت ما اتبشرتش قوي بس عادي يعني مش مشكلة. ودايما بحط مع البصلة المبشورة شوية ملح وشوية فلفل. وممكن كمان هنا تزودي رشة سكر، وممكن نأجلها شوية. وهبدأ بقى أقلب البصل مع الملح والفلفل، وأسيب البصلاية إنها تتشوح وتدبل كده. وبعد ما بدأت تدبل معايا هنزل عليها بمعلقة توم مفروم، ممكن تقريبا معلقة توم مفروم، لأن الأكلة دي بتحب التوم. طبعا انتوا أكيد عرفتوا من أول فيديو احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل مع بعض طاجن البامية. فحطيت اهو معلقة توم مفروم. هبدأ أقلب التوم كده في نص الحلة لغاية ما أبدأ إن أنا أشم ريحته وأحس إنه دبل، أبدأ بقى أخلطه بالبصل. أديهم كده بقى تقلبتين مع بعض بعد ما شميت ريحة التوم. أتأكد كده إن هما اتشوحوا وخلاص بقوا تمام، قبل ما أبدأ أضيف الإضافات بتاعتي. طبعا ده في أي أكلة فيها بصل وتوم بنعملها بنفس الطريقة. هبدأ بقى هنا أضيف عصير الطماطم. طبعا عارفة ان الطماطم الأيام دي يعني في حتة تانية خالص يعني، بس معلش ممكن تستغني عن عصير الطماطم لو مش حابة. تحطي معلقة صلصة أو معلقتين صلصة، تزودي بقى الصلصة اللي من برطمانات وتكملي بشوربة، ولو ما عندكيش شوربة ممكن مرق الدجاج ومية سخنة. فالمهم حطينا عصير الطماطم، وطبعا أنا برضو من بحط عصير الطماطم لازم أحط معلقة صلصة من البرطمان معاها عشان تديها لون حلو. وهبدأ ان انا اقلبهم كده مع بعض. افك بس الصلصة كده وتبقى مع الطماطم والحاجة، وهسيبها بقى انها ايه تتسبك. زي ما قلتلك لو مش حابة عصير طماطم خلاص مفيش مشكلة، البدايل اللي قلتلك عليها. هظبط بس الملح، طبعا الملح اللي انا كنت حطاه الاولاني على قد البصلة بس. وبتظبطي بقى الملح هنا، طبعا لازم احط رشة سكر عشان الحموضة بتاعة الصلصة. واظبط الفلفل برضو زي ما قلتلك في الاول. الملح والفلفل اللي كنت حطاهم دول بحطهم على قد البصلة بس. تمام. وادي السكر اهو. هسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها شوية قبل ما اكمل باقي الاضافات. طبعا لو هتعمليها باللحمة بتكوني سلقة اللحمة الاول. تمام. هنا بصوا انا زودت لها شوية شوربة من شوربة اللحمة. لو هتعمليها باللحمة زي ما كنا بنقول لازم تكوني سلقة اللحمة الاول، يعني على الاقل 3/4 سوا، لان البامية مش هتاخد وقت. خلاص اهي هي هنا بقى بدأت تغلي وتتسبك. انا ما استنيتهاش نقصت قوي، لا انا خليتها تتسبك شوية كده، وبعدين هبدأ اضيف معاها البامية. البامية دي كانت عندي في الفريزر، فطلعتها كده وهي مجمدة على طول وحطيتها. طبعا اي خضار
بيبقى في الفريزر لازم نطبخه وهو مجمد. حطيت البامية اهو في الفريزر كده في الحلة بعد الطماطم ما اتسبكت. مش بتاخد وقت وبتبدأ على طول انها تفك من بعض. بصوا على طول اهي. طبعا البامية من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت اساسا في السوا خالص، عشان كده بقولك حاولي اللحمة يا اما تكون سوا كامل يا اما تكون 3/4 سوا، وممكن تكون سوا كامل افضل في البامية لان البامية ما بتاخدش وقت خالص يعني. هسيبها بقى كده على النار بعد ما حطيت البامية تبدأ تغلي كده مع بعضها شوية. وادي اللحمة هي كانت مستوية تماما معايا، فانا هحطها في الطاجن على طول. عندك خيارين هنا، يا اما تحطيها مع البامية في الحلة قبل البامية تحطيها في الصلصة شوية تبدأ تاخد من طعم الصلصة قبل ما تضيفي البامية، او تعملي اللي انا عملته ده. انا هنا كنت مسوياها سوا كامل فخلاص، فقلت خلاص انا هحطها في الطاجن على طول واحط فوقيها البامية، مش محتاجة بقى اللي انا احطها مع البامية يعني. بس ايه الطريقتين صح والطريقتين بيمشوا جدا يعني، بس انا هنا ايه حبيت اعملها كده. المهم زي ما اقولك اللحمة مسلوقة سوا كامل، هبدأ بقى اضيف البامية عليها اهو. بصوا البامية اصلا خلاص كانت تقريبا يعني استوت، وبصوا الصلصة اتسبكت خالص ازاي. شكله تحفة من قبل ما يدخل الفرن ولا حاجة اهو. هزود لها بقى كده كبشتين شوربة عشان لسه بس هدخلها الفرن، وهي زي انتوا ما شفتوا اتسبكت خالص والصلصة تقلت جدا، عشان كده هضيف لها مع كبشتين 3 كده شوربة. هبدأ بقى ايه دلوقتي ان انا ادخلها الفرن. تقدري تحطي معاها كمان طبعا كلنا بنعملها كده، بنحط قرن فلفل حراق، بس انا ما حطيتش عشان الولاد. وممكن تحطي بداله قرن فلفل رومي، اللي انتي حباه اعمليه. بص انا حطيته ازاي، حطيته كده ايه يعني من فوق، ما حطيتوش بقى جوه البامية من النص كده لا، يعني انا حطيته كده من فوق. انما طبعا احنا بنعملها ايه المفروض نحطه مع البامية. ودخلتها بقى إيه الفرن. هنا عملت ايه بقى، دي بقى عملت لها زي طشة زي بتاعة الملوخية بالظبط، سمنة وتوم وكزبرة. واول ما طلعت من الفرن انا دخلتها الفرن اهو، اول ما طلعت من الفرن حطيتها على وش البامية. بصوا بقى الحركة دي بتخلي الأكلة تحفة. وبوزعها كده على وش البامية. بس أصلا الطاجن شكله يجنن. طبعا الشتا كمان جاي وبيحب بقى الأكلات دي، فلو أعتقد لسه في بامية في السوق يعني، فابدأي كده ايه خزني كده كام كيس عندك في الفريزر. وادي شكل الطاجن اهو بقى بعد ما خلص خالص وجاهز معايا للتقديم. وده كده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. مستنيين ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. باي باي.